هو ما فيش مبروك والّا إيه؟ أنا خدت 3 شهادات تانيين كده. أول شهادة الإرشاد النفسي والأسري، تاني شهادة الاضطرابات السلوكية، تالت شهادة المشكلات الأسرية. وطبعًا أنتم عارفين إن أنا أصلًا مجال دراستي هو علم النفس، فالكورسات والحاجات اللي أنا باخدها دي إضافة لشهادتي الأساسية. ويالّا بينا بقى نرفد كل الحاجات دي ونوقّف دراسة شوية ونبتدي نطبّق عملي. أنا عارفة إن أنا كل مرّة باطلع أقول لكم ده آخر كورس وفي الآخر في كورس تاني بيغريني وأروح أشترك فيه وأنعزل، لأ بس خلاص الفترة الجاية بقى عايزين نركّز فيه إن إحنا نطبّق الحاجات دي عملي، وكمان أركّز في شغلي علشان أنا أخدت فترة طويلة إجازة علشان أركّز في دراستي وارتاح شوية لإني ضغطت على نفسي، هابقى أحكي لكم بعدين. المهم أنا كنت ناوية أشتغل في الإرشاد الأسري والنفسي علشان أساعد الأسر إن هم يكونوا متماسكين أكتر، يعيشوا حياة أفضل، يتبسطوا مع بعض أكتر، علشان السعادة الأسرية هتسبب حاجات كتير جدًا للإنسان، هيقدر يشوف شغل كويس، هيقدر يكون منتج، هيقدر يعيش في سلام. بس اكتشفت إن إحنا محتاجين نأجل الموضوع الأسري ده شوية، محتاجين نشتغل على الأمان أكتر. ليه الأمان أكتر؟ في 2020 أنا كنت في قمة تركيزي في شغلي، في بيتي، في دراستي، في كل حاجة حلوة في الحياة، إلا أن في شخص قرر يبلطج على أمي. هو مش شخص، هو مجموعة أشخاص قرروا يبلطجوا على أمي ويسرقوا أرضها وياخدوها بالعافية. في الوقت ده كنت أنا باعمل إجراء طبي مهم جدًا بالنسبة لي، وكنت مستنياه بقى لي تقريبًا 7 سنين. قررت إن أنا أضحي بالإجراء الطبي ده وفشل للأسف علشان أروح جري أنقذ أمي قبل ما حد يعتدي عليها أو يتعرض لها، لإني مش عايزة ألجأ ولا جوزي ولا لأخويا، لإن هاقول لكم بعدين إن المفروض إحنا نتصرف بعقل شوية قبل ما نكبر الأمور ونعرض الناس اللي بنحبهم للخطر. لإن بالمناسبة أنا درست المجال الجنائي برضه، يعني أقدر أشارككم في علم النفس الجنائي إزاي تقدروا تحموا نفسكم من المجرمين وإزاي تتصرفوا كويس، وده هاعلمه لكم في كورس كامل لوحده. وطبعًا الموقف ده بالنسبة لي كان صدمة، وأي صدمة ربنا بيبعتها لنا أو بيأذن إن إحنا ندخل فيها ونتعرض لها، بيبقى الموقف ده ربنا عايزك تتعلم حاجة معينة وعايز يوجهك لاتجاه تاني. وبعد ما كنت في قمة نجاحي الأسري، ناجحة جدًا في أسرتي، أنا وجوزي، أنا وأهلي، بادرس، باشتغل، كل أموري تمام، الموقف ده خلّاني للأسف أتعطّل عن كل ده. حالة الحزن اللي بندخل فيها بعد الصدمة الشديدة للأسف بتعطّلك عن أي حاجة عايز تعملها في حياتك. العطلة دي أنت في الوقت ده بترجع تراجع حساباتك. اكتشفت إن أنا عايزة أساعد الناس يكوّنوا أسر سعيدة، بس الحقيقة لو بنينا عمارة وتحتها ماسورة صرف صحي بايظة، العمارة عمرها ما هتستمر أبدًا. وده معناه إن إحنا لو مش في مجتمع آمن للأسف مش هنقدر ننتج ولا نشوف شغلنا، وبالتالي مش هنقدر نعيش باستقرار وأمان في أسرنا. وده اللي حصل لي بالضبط. المشكلة ما كانتش في الأسرة، المشكلة ما كانتش في الشغل، ما كانتش في الدراسة، كانت في المجتمع. المجتمع اللي للأسف تحت بند العادات والتقاليد طلّع علينا شوية من النفوس المريضة اللي بتمشي تحت بند العادات والتقاليد في أكل ميراث وحاجات كتير هنبقى نتكلم فيها بعدين. دلوقتي أنا راجعت نفسي وفهمت إن أنا علشان أشارك في بناء أسرة لازم أشارك في أمان المجتمع، علشان ولادنا في المستقبل ما يتعرضوش للي إحنا اتعرضنا له، لإن زي ما قُلت لكم ربنا لمّا بيبعت لنا صدمة أو اختبار هنا بيوجهنا لطريق معين. في الوقت ده أنت تحت تأثير الصدمة، يا بتختار إنك تطلع نفسك الأمارة بالسوء قوية وعايز تأذي اللي عمل فيك كده، يا بتطلع منها فاهم إن في هنا توجيه من ربنا ليك. فعلشان أنا فهمت التوجيه كمّلت دراستي على مدار ال6 سنين اللي عدّوا دول، وقررت إن أنا هاشارك في بناء أسرة، بس في نفس الوقت هاشارك في بناء مجتمع آمن. وتحت كل ده عايزين نفهم مين السبب. كل المجتمعات فيها الأمور دي، بس كل مجتمع بيكون فيه حاجة معيّنة. إحنا هنا في مصر المفروض إن عندنا ثروات معيّنة، ثروة مصر هي شبابها، زي ما في مقولة شهيرة بتقول إن خير جنود الأرض هم المصريين، اللي هم مين؟ الأبطال، شبابنا. طيب هو مين اللي بيربي الأبطال دول؟ إحنا. البنات، الأمهات. فعلشان خير جنود الأرض يتضربوا لازم نضرب الأم الأول ولازم نأثّر على الأم. وطبعًا إحنا عارفين إن ده فكر شيطاني وعارفين إن الشيطان باله طويل أوي، باله طويل أوي، ممكن يمارس خطته وينفذها على مدار أجيال مش بين يوم وليلة. فعلى مدار أجيال أخلاق المصريين اختلفت.
يعني بعد ما كانت الست المصرية ليها هيبة وليها مكانة وليها وضعها وكانت حكيمة وعقلها موجود وشغال لدرجة إنها كانت بتمسك مناصب، دخلنا عليها إن هي دورها في المطبخ بس، ما بتعملش أي حاجة خالص غير إنها تقف تعمل الأكل. طيب والأبطال خير جنود الأرض دول مين اللي هيدربهم؟ مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيعلمهم؟ مفيش. الأم في المطبخ. غير كده لو خرجت بره المطبخ ونزلت الشارع لازم تتعرض لأذى. هتتعرض لأذى من مين؟ من خير جنود الأرض اللي ما لقوش الأم اللي توجههم. للأسف ده حصل على مدار أجيال. ولو احنا سكتنا واستمرينا على الموضوع ده خير جنود الأرض هينضرب بيهم الأمثلة في حاجات تانية كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي للأسف على السوشيال ميديا. فاحنا لازم نشتغل مع بعض بالعلم، ورجال الدين يا ريت يطلعوا بقى يصححوا المفاهيم الغلط اللي استمرت على مدى أجيال. نشتغل مع بعض إحنا الاتنين إن إحنا نربي جيل واعي. وأنا مقررة إن أنا أشتغل على البنات، علينا إحنا اللي هنربي الأبطال. إحنا مش مكاننا المطبخ، لأن لو دخلنا المطبخ وما خرجناش منه الأبطال مش هيكونوا أبطال. فإحنا لازم نفهم إن الست المصرية هي أصلا مربية أبطال. إحنا اللي ربينا الأبطال اللي فضلوا يحمونا على مدار السنين اللي فاتت دي. الشيطان دايمًا بيدوّر على كل ميزة في كل مجتمع ويشتغل إن هو يقلب الميزة دي لشيء وِحِش أو يقلب الميزة دي لعيب. الميزة اللي عندنا هم شبابنا ورجالتنا وأبطالنا، اللي المفروض إحنا بندرّبهم وبنأهِّلهم إن هم يطلعوا أبطال. لمّا إحنا نفضل طول الوقت عايشين في رعب وقلق وأكل ميراث واعتداء وعنف و. تفتكروا عقلنا هيبقى شغال علشان نقدر نقوم بدورنا؟ لأ. بالتالي إحنا ما بقيناش مصلحين في الأرض، بقينا مفسدين في الأرض. وأي أسرة هتتكوّن بعدين، هتتكوّن على شبه بطل، مش بطل. علشان نبقى متفقين طالما البطل ده أمه كانت في المطبخ وما كانتش فاضية تربيه فما طلعش بطل، ما اتدربش إن هو يكون بطل. فبدل ما هو كان مكتوب له إن هو يكون من أبطال الأرض، طلع حاجة تانية. فمش هيعرف يكوّن أسرة وبالتالي سلوكه هيبقى مختلف عن سلوك الأبطال. فيالّا نرجع بقى نرجّع الأبطال تاني، نرجع نفهّم الأم المصرية والبنت المصرية أهميتها وأهمية دورها، نرجع نفكّر الأبطال تاني بأهمية أمهاتهم وإخواتهم وبناتهم، علشان طول ما البنت فاهمة إنها بتربي أبطال وإنها ليها دور مهم، صدقوني الأبطال هيرجعوا تاني، والبلد دي ما حدش يقدر عليها. الفكرة إن أعدائنا أو الناس اللي بتخطط فاهمة ومدركة كويس أوي إن هم من برّه ما يقدروش يعملوا حاجة، لإن إحنا هنطلع رجالة وستات إيدينا في إيد بعض ونحمي بلدنا. فعلشان كده هم بيشتغلوا من جوّه، بيشتغلوا من جوّه يخلّونا إحنا بعدم وعي وبتصرُّف غلط وبأفكار غلط بيدخّلوها في عقلنا على مدار أجيال، إحنا نفسنا سلوكنا يختلف. البنات بعد ما كانت بتربي أبطال، بقت أصلًا خايفة من الناس اللي في الشارع أو خايفة من الأشباه اللي في الشارع. الشباب بعد ما كانوا أبطال وفاهمين إن هم أبطال ودورهم إن هم يحموا الوطن والمجتمع وبناتهم وإخواتهم وأمهاتهم، بقوا هم اللي بيعتدوا عليهم. فإحنا محتاجين نصلّح كل ده. بس الحقيقة أنا مش هاصلّح كل ده بإني أطلع أقول محاضرات، دي مش طريقتي. ولو أنا طلعت عملت كده فدي مش شخصيتي خالص، فمش هاعرف أعملها، لإن سبحان الله ربنا بيبقى مدّي كل واحد مميزات يقدر يوجّهها في المنطقة بتاعته. أنا مميزاتي إن أنا ممكن أمسك لك نظرية علمية قوية جدًا أحطها لك في مشهد، أو أحطها لك بطريقة كوميدية وترفيهية. بما إن إحنا عايزين نربي أبطال لسه الجيل الجاي، لازم أنا وأنت وحضرتك إحنا اللي ننزل لهم، إحنا اللي ندوّر على أفكار تنزل للمستوى ده. فما نجيش بقى يبقى عندنا 60، 70 سنة ونفرض عليهم فكرة 60، 70 سنة اللي إحنا عشناهم في أفكار غلط وفي معتقدات غلط خالص. عايزين نرجع تاني نشوف إيه الأفكار الغلط اللي دخلت على مجتمعنا ونبتدي ندوّر وراها، هل الفكرة دي صح والّا غلط؟ نبتدي نصلّحها، الفكرة الصح نأكد عليها، ونشوف هنقدر ندرّب الأبطال الجداد من أول النشء لغاية المراهقين لغاية الأبطال الكبار إزاي، كل واحد بطريقته. والفكرة الغلط نبتدي نصحّحها لهم علشان لو دخلت وقعدت جوّه عقولهم سلوكهم هيبقى غلط. أنا جاية لكم من قلب الواقع. أنا اتأذيت واتضريت، بس رغم الأذى والضرر والحزن اللي أنا عِشت فيه، طالعة كُلّي طاقة إن أنا أقوم بدوري في المجتمع، دوري اللي ربنا وجّهني ليه.
فلو حضرتك عايز تاكل وتشرب وتتكاثر، فالمحتوى ده مش هيعجبك خالص، لانه مش لحضرتك. المحتوى ده لبني ادم فاهم وواعي وعارف ان ليه دور وعايز يقوم بدوره بالطريقه الصحيحه. ولو حضرتك افكارك متحجره قوي 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 من قديم الازل، فاحتفظ بيها لنفسك، علشان احنا دلوقتي هنسمع للشباب علشان نشوف هم عايزين ايه وهم يؤمروا بايه، واحنا هندور على الطريقه اللي ننفذ لهم بيها رغباتهم واحتياجاتهم بناء على العصر اللي هم عايشين فيه والمده الزمنيه اللي هم هيواجهوها قدام، واحنا ممكن ما نكونش معاهم فيها. فيلا بينا بقى نبتدي في محتوى مدرسة الأبطال. هنبتدي نتعلم مع بعض يوميات، ازاي نعيش، ازاي نتشجع، ازاي نجتهد، ازاي نعيش بإيجابية، علشان دايما الأفكار السلبية هتقلل من عزيمتنا، واحنا داخلين على عنق الزجاجة تقريبا في كل الدول. بس خلينا دلوقتي نتكلم في المجتمع بتاعنا احنا. أنا عارفة إن المصريين ثروة، وإن المصريين عندهم ثروات كتير جدا. احنا تقريبا البلد اللي في وقت المجاعة قدرنا نأكل كل الدول اللي حوالينا. فاحنا عندنا أرض زراعية، عندنا الأيادي اللي بتزرع الأرض الزراعية. بس المشكلة ولا في الأرض دلوقتي ولا في الأيادي، المشكلة في العقول اللي بتقود الأيادي. فدلوقتي احنا دورنا ان احنا نشتغل على العقول دي، علشان العقل هو اللي هيقود الايد. الايد دي هتتمد على بنت من بناتنا، ولا هتتمد على حاجه تتصلح زي ارض زراعيه، مصنع، فكره. عايزين نتجه في اننا ننتج، ولما ننتج مستوانا الاقتصادي هيعلى، وبالتالي افكارنا هتكون افضل. فيلا بينا مع بعض نرجع نربي ابطال. يلا بينا مع بعض نرجع ندرب امهات الابطال. يلا بينا مع بعض نرجع نفهم الست والبنت المصرية إن هي طول عمرها دورها إنها تربي أبطال وتدرب أبطال. فجاهزين؟ الترابيزة كمان جاهزة معانا. يلا بينا نبتدي مع بعض من بكرة محتوى يومي لتدريب الأبطال وتعليمهم، وندور مع بعض على المعلومات الصحيحة وننشرها. وأنا عاملة لكم خطة ما تخرش المية. دلوقتي هنشتغل على 3 أجيال. الجيل الكبير اللي هم أهالينا اللي عندهم أفكار ومعتقدات قديمة مصممين إن هم يمشوها دلوقتي، في حين إن الأفكار والمعتقدات دي ولا تناسب الجيل اللي طالع ولا تناسب الزمن اللي احنا موجودين فيه ولا التطور اللي حاصل حوالينا. فهم مش ضدنا ابدا ولا احنا ضدهم، هي الفكره بس ان في فرق في الزمن، فاحنا محتاجين نقرب لهم من الزمن ده. فاحنا هنشتغل على الاجيال الكبيره، والعينه اللي انا هشتغل عليها هي امي، مش هجيب حد غريب دلوقتي. وبالمناسبه انا كنت بطلع اعمال تطوعيه قبل كده، بس هوقف الاعمال دي دلوقتي عشان كان بتاخد وقت كبير قوي. انا محتاجه اركز هنا دلوقتي. فهنشتغل على 3 اجيال. الجيل الكبير اللي هم اهالينا اللي في فجوه زمنيه حاصله ما بينهم وما بين الجيل اللي موجود دلوقتي. عايزين دلوقتي نقرب المسافات. احنا الجيل اللي في النص هنفهم المعلومه الصحيحه ونبتدي نسهلها علشان توصل للجيل الكبير على حسب الوعي اللي عندهم. اهالينا معظمهم ما كانوش متعلمين، معظمهم ما كملوش تعليمهم، ومعظمهم كانوا عايشين في قرى بسيطه اللي لو معلومه غلط دخلت فيها ما بتطلعش، لان ما بيبقوش عارفين المعلومه دي مصدرها مين ولا رايحه فين ولا جايه منين. ما كانش عندهم التطور اللي عندنا دلوقتي، فاحنا ما نقدرش نلوم عليهم على المعلومات الغلط اللي عندهم. دلوقتي احنا نلوم على نفسنا لو احنا ما صلحناش المعلومات دي. فمحتاجين نصلح المعلومات بتاعت الجيل القديم. محتاجين نفهم ازاي نتعامل مع الجيل الصغير بطريقتهم مش بطريقتنا، لان خلاص احنا الزمن بتاعنا مختلف تماما عن الزمن بتاعهم. والله اعلم احنا هنفضل مستمرين وموجودين معاهم قدام ولا لا. فاحنا محتاجين نأهلهم وندربهم على ان هم يقدروا يقودوا الوضع واحنا مش موجودين فيه، وعلشان يقدروا يعملوا كده محتاجين ندربهم من دلوقتي. دلوقتي المعلومه اللي هنتعلمها هنوصلها ل3 اجيال: الجيل الكبير اهالينا، الجيل المتوسط اللي هم الاباء والامهات احنا، الجيل الاصغر اللي المفروض هناخد المعلومه وندخلها في طريقه ترفيهيه او طريقه لذيذه توصل لهم، علشان نكون مقتنعين مفيش حد هيبقى راجع من الجامعه او الدرس او المدرسه وعنده خلق ان هو يتعلم نظريه علميه. لا خالص، هو عايز حاجه ترفيهيه لذيذه جدا. زي ما بيدخلوا له المعلومات الغلط بطريقه ترفيهيه لذيذه، احنا ندخل له المعلومات الصح بطريقه ترفيهيه لذيذه. ولو حضرتك مقتنع ان احنا لازم ندخل بالعنف وبالشده وبالتكشير، فارجوك ما تتابعش محتوينا لانه مش هيعجبك. دلوقتي انا في دماغي كذا طريقه هعملهم كلهم وهجربهم كلهم. انا بحب التجارب جدا، والطريقه اللي هتنفع
هي الطريقة اللي هنستمر فيها ونطورها. الفيديو ده هيكون مثبت في كل الصفحات بتاعت مدرسة الأبطال، علشان أي حد جديد يبقى داخل عارف أنا هدفي إيه، وليه اتجهت للاتجاه ده، وليه مصممة إن مجتمعنا يبقى آمن قبل ما نكون أسر. لأن الأسرة اللي في مجتمع غير آمن عمرها ما هتعيش الحياة السليمة. وإحنا المفروض نعيش حياة مريحة. ربنا مش جايبنا عشان يعذبنا، هو جايبنا علشان نبقى خليفة في الأرض. فمحتاجين نعمل 3 حاجات. أول حاجة نبني مجتمع آمن لينا ولأهالينا ولأولادنا، علشان يقدروا ينتجوا ويبدعوا ويحققوا لنفسهم مستقبل أفضل، علشان يقدروا يتجوزوا ويكونوا أسر ويعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، وإحنا نطمن عليهم ونكون مبسوطين. فمع بعض إن شاء الله نبتدي ندرب جيل جديد نرشده بالطرق الصحيحة والسليمة، علشان يرجعوا يقوموا بدورهم تاني. الشباب أبطال والأمهات هم اللي بيربوا الأبطال، كل واحد يعرف قيمته ويعرف دوره. واللقطة دي من اللايف اللي أنا طلعت فيه علشان أقدر أنقذ أمي. اللقطة دي كل يوم هاحطها علشان أفضل أفكر نفسي وأفكركم بهدفنا، هو إننا نبقى عايشين في أمان. لو حد مسافر ما يبقاش قلقان على أهله، لو حد خارج ما يبقاش قلقان على نفسه، لو بنتنا بره في الشارع ما نبقاش قلقانين إن يجرى لها حاجة. فهدفنا هو إن اللي بيحصل دلوقتي ده ما يتكررش تاني. وعلى ما أعتقد ده هدف مهم قوي إن إحنا نشتغل مع بعض عليه، ده لو عندنا نية للخير. لكن لو عندنا نية تانية اركنوها على جنب، خليكم معايا. أشوفكم بكرة. فيلا بينا بقى نبتدي من بكرة.